السلام عليكم. الوصفة الأصلية الحلوى الشمالية اللي ما فيهاش المقادير كتيرة. هنا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو محمر، كاس ديال الزيت كبير، كاس ديال السكر مطحون سنيدة انا طحنتها، واحد المعلقة ديال القرفة، والطحين حسب الخليط. انا غادي نقول لكم شحال دخلت لي فيه ديال الطحين. هنايا جبت الهاشوار ديالي باش نطحن نص كيلو ديال الكاوكاو محمر. كنطحنوه مزيان هنايا في الهاشوار، شويه مهم ما يبقاوش يبانوا دوك الحبيبات ديال القوقاو. ها هو بحال هاد الشكل. من بعد كنزيدوا عليه معلقه ديال القرفه صغيره، كاس ديال السكر كلاصي او ثاني، انا طحنت غير سنيده، كاس ديال الزيت، صافي. من بعد كنخلطوه مزيان. ما فيها لا خميره لا والو، كتجي ما شاء الله الصراحه. صافي من بعد ما كنخلط داك الكاوكاو كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه. انايا خدات معايا 900 غرام، يعني كيلو ناقص منه شويه. ما تقصحوهاش بزاف، هانتوما غتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي سهله وما فيهاش المقادير بزاف، وتقريبا راه خرجت لي شي 60 وحده. انا كتعجبني هاد الحلوى الصراحه، فقلت لي مالا نشاركها معكم. الوصفه عطاتها لي واحد الصديقه ديالي من الشمال، بعدا اصليه، الوصفه اصليه 100% وكتنجح. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال الدقيق فاللي مازال كتلصق في اليد. صافي هنايا من بعد ما جمعت العجينه غادي نبدا نديرها حريبلات صغار، نتوما غتشوفوا الشكل. ندلكتها مزيان باش يدخل فيها داك الدقيق ما يبقاش باين. هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نبدا ندير حريبلات صغار، نبقى نحط في الصينيه. من بعد ما كملت الصينيه الاولى دخلتها للفران، ما كاملاش نص ساعه. غادي ندخلوها للفران كما قلت لكم نص ساعه. من بعد هلاش وريتكم هاد اللقطه، شوفوا ما خصكمش تقيسوها في الفران نهائيا حتى تخرج وتبرد، عاد تحيدوها من الطاوه. ربما راه بانت معكم واحد الوحده قصتها دغيا كتفتت. صافي هنايا جبت الكاغد ديالها بعدا،
كندير في السكر كلاصي واللوي ساهله، هذه هي الطريقه ديالها. شاركت معكم الحلوى الشماليه، تنتمنى تنال اعجابكم وبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم. والصراحه كتجي غزاله، انا بعدا من العشاق ديالها كتعجبني، فقلت لما لا نشاركها معكم. وبارطاجيو الفيديو، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. وعيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله، وطول العمر وشي رزيق، والله يسهل على كل واحد. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. نخليكم مع الفيديو.